مبدئيا فيلم جماعي، بيتكلم عن 7 شخصيات نسائية عايشين في بانسيون، كل واحدة ليها مشكلتها الخاصة اللي اضطرت انها تعيش لوحدها في بانسيون. انا عاملة هنا شخصية سمسم، بنت يتيمة الاب والام، واضطرتها الحياة انها تسيب الزقازيق البلد بتاعتها، وانها تعيش في القاهرة وتشتغل في القاهرة، فاضطرت انها تعيش في البانسيون. هنا الفيلم بيتكلم عن نظرة الناس ونظرة المجتمع للبنات أو السيدات أو الستات اللي بيعيشوا لوحديهم. هما ليه دايما بيشوفوا إن أي ست بتعيش لوحدها بيبصولها بصة وحشة. هما ده بقى اللي بيقولوا اللي اختشوا ماتوا، بس هما اللي اختشوا ما ماتوش ولا حاجة. غدا هي دي مش اول مره ان انا امثل معاها، يعني اشتغلنا مع بعض قبل كده. هي شخصيه جميله وفنانه انا بحبها قوي قوي. احساسها عالي، بتعلي المشهد، لو انا معاها في المشهد ده طبعا بتعليه جامد جدا. من الممثلين اللي اعرف يعني استمتع باحساسها علشان اعلي احساسي معاها يعني. فانا الحمد لله ان ربنا يعني. تعبتوا كتير قوي وتعبتوا يعني في الفيلم. فلو عرفت ان هو في توقيته هينزل يوم 25 يناير او في الميعاد ده تحديدا زي ما دكتور ممدوح المنتج قال لي يعني، ان شاء الله. فده يزعلك او تحس ان الموضوع يزعل ليه؟ لا دي حاجة حلوة، ده انت ممكن يحصل اي ده انت احتجاجات بتعمل الفيلم قانونيه؟ بتشوف نتيجته على طول يعني. لا هو بس الاجهاد في ان احنا مفيش ايام راحة، ان يبقى كل يوم تصوير، ان مفيش يعني في ضغط، حتى لو سهرنا تعبنا لا احنا لازم نخلص في ميعاد معين عشان نلحق سيزون معين يعني. لكن لا ما يزعلنيش، بل لو الحاجة بقى طلعت في الاخر حلوة اكيد هفرح بيها يعني، مش هزعل.